السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي واحد الساعة للمغرب، نجيبوها مع الدكتور الكبير المتخصص في كل شيء، الفايد، الدكتور محمد الفايد. الله يصارحكم القول، أنا ما أعتقده في هذا الرجل أنه أحمق. ما يمكنش، لا يمكن أن يكون عاقلا، يستحيل يستحيل. والله استمعنا إلى النصارى ينتقدون الإسلام وينتقدونه بجهلهم ولكن موضوعية، استمعنا إلى اليهود ينتقدون الإسلام بموضوعية وكذا، يخبطون خبط عشواء ولكن بموضوعية، وكتحس على الناس عندهم عقلهم. استمعنا إلى الملاحدة واللادينيين صح. والله العظيم أنا ما رأيت شخصا مثل محمد الفايد، أقسم بالله، والله الذي لا رب سواه، ما رأيت أحدا مثله في حياتي. الشيء الذي يدل على أنه فاقد للعقل. والله يعني الآن أنا وقيلا وصلنا للمرحلة ديال الإنسان يدعو له بالشفاء. يجب أنا في تقديري هكذا، يعني ندعو له بالشفاء. الرجل لا يناقش، لا يمكن أن تناقشه، لا يمكن أن يناقش أبدا. وشفتوا شحال من فيديو يعني صرزق، شحال من فيديو عمل ويطالب بالمناظرة. والله اللي فيكم راجل يخرج. ما رأيت في حياتي شي عالم كيقول للعباد الله للأمة اللي فيكم راجل يخرج. كيفكرني بداك الدراري الصغار الدرج اللي فيكم راجل يخرج. والله حتى ندموا، والله لا 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 يلا يلا. لما شاف الناس بداو كيقولوا له مرحبا بالمناظرة، أهلا وسهلا، ومنهم الدكتور رشيد نفع جزاه الله خيرا. ايوا يلا السي محمد الفايد، الدكتور الفايد طلبك المناظرة. أنا ما نناظركش بعد بالمناسبة، لأننا أعتبرك أحمق، مكليش ولكن السي رشيد نافع له رأي آخر، بغى يدير لك، يوقف لك البيضة في الطاس. فعندما خرج الدكتور نفاع وآخرون وافقوا على المناظرة، لكن الذي وافق عليه بإلحاح ولا يزال يلح حتى الآن هو الدكتور رشيد نفع. إذا ماذا عليه الآن؟ شنو هذه المصيبة، هذه الفضيحات؟ دابا الفايد واش كيحشم؟ طلع قال لك لا أنا ما نناظرش. الحمار، يصف الدكتور راشد نافع بالحمار. شيخ، فقيه، عالم، إمام، خطيب جمعة، عابد لله تعالى ولا نزكيه على الله، يصفه بهذا الوصف المشين. ورد عليه الدكتور برد العلماء، برد هادئ وإلى آخره. ولكن المهم هو أنا قبلت منك المناظرة. لكن قال لك الآن سيدي باش وعلاش غادي يناظرك أنت؟ قال له علاش غنناظرك أنت؟ واش أنا كنناظر الكهنوت؟ ناظر شي واحد متخصص في الفيزياء، في الكيمياء، في الجيولوجيا، في الطب، في الصيدلة، في شي ناظر فقيه حمار. اش ناظرو؟ فأولا هذا الموضوع هذا بكل بساطة هو أين كان الخلاف؟ ما هو مادة الخلاف؟ هل كانت في الفيزياء أو الكيمياء أو في الرياضيات أو في الجغرافيا، أم كانت في الفقه الإسلامي؟ هي المعركة كاملة قائمة على الفقه الإسلامي، على أن العالم كله وأن الفقهاء كلهم وأن
المشايخ كلهم كهنوت، وأنت الوحيد الذي تفهم الدين، وتأتي بالآيات وتأتي بالنصوص من القرآن، أما الحديث لا تؤمن به جملة وتفصيلا، وتعطي الفتوى وتشرع. إذا أنت تتحدث في الدين، تتحدث في الفقه، وتطلب المناظرة في هذه المواد. أنت طلبت المناظرة في هذه القضايا الفقهية الإسلامية. شيء طبيعي أن الذي سيناظرك في هذه المسائل هو فقيه في الفقه الإسلامي. كتطلب المناظرة في شرح آية أو في عقيدة أو في إيمان أو في كذا بناء على الكتاب السنة أنت لا تؤمن بها، ثم بعد ذلك تقول أنا أناظر الأطباء والصيادلة والمهندسين على مرة كتضحك. كاين شي كهنوت يقدك، أنت أكبر ماشي كهنوت بزاف عليك. أن الكهنوت هم الفقهاء اليهودية أو فقهاء النصرانية أو فقهاء البوذية أو المجوس أو السيخ أو الكاهن، كاهن عابد في معبده، خصك أشواط سنوات ضوئية باش توصل للكاهن. طبعا أنت ما تدري أن عندما تقول لمسلم كاهن أنت تكفره. لما تقول المسلم كاهن هذا تكفير، أنت أكبر تكفيري رأت عيني. تكفر الأخضر واليابس. إيوا المجلس العلمي كهنوت، والفقهاء في المساجد كهنوت، وخطباء الجمعة كهنوت، وفي ما كان شي فقيه في شي حارة كان، ليس غير في المغرب فقط، لا في كل أنحاء العالم، وليس في هذا الزمن فقط، لا منذ النبي صلى الله عليه وسلم 15 القرن، وليس غير في هذا 15 القرن فقط، لا إلى قيام الساعة. أهل القرآن والآئمة والخطباء هذو كلهم كهنوت. هذا ما عندوش عقله، هذا لا عقل له، هذا لا عقل له. على كل حال، شحال هو عنده تقريبا ما أدري كم من فيديو، شحال من مقطع كيسجل في النهار، منذ أن طرد من الجامعة، ولا يسجل مقاطع يوميا بالأعداد. ومن جملة أنا اخترت واحد ولا جوج هكذا ولا ثلاثة نضحكوا معاه شوية، ماشي نضحكوا، نشوفوا فين وصل. شوف اسمع هذه نقطة الضعف ديالكم. انتم عندكم اللسان فقط، عندكم التنظير والتأطير فقط، ولكن ما عندكمش ما كتنفعوش البلاد بأي حاجة، ما كتنفعوش البلاد، ما كتنفعوش البلاد حتى بشي حاجة. أنتم زائدون في هذه البلاد. إيوا راه ما تحرضوا الدولة، راه ما غاداش تعاقبني الدولة. وباش عرفت راه ما تحرضوا الدولة، راه ما غتعاقبنيش الدولة. وباش عرفتي الدولة ما غتعاقبكش؟ عنده واحد الدليل قاطع على أن الدولة ما غتعاقبوش. شنو هو الدليل اللي عندك؟ الدولة اللي عنده، الدليل اللي عنده هو راه ما غاداش تعاقبني الدولة. أنا راه ولد التراب وخدمت مع الدولة 36 عام، طيحت صحتي. إذا عنده الدليل الأول ولد التراب، الدليل الثاني كدا 30 عام هو خدام طيح صحته، ولكن الدليل الأكبر هو لا فونكسيون بليك كنقري في الجامعة. راه ما غاداش تعاقبني الدولة. أنا كاع اللي كيقري في الجامعة يزبلها بالطول وبالعرض، ما تعاقبوش الدولة. 72 سنة راه ما بقى عندي ما نعيش. عنده 72 سنة ما بقى عنده ما يعيش. 72 سنة ما غتعاقبوش الدولة تعاقب الناس عندهم 72. محمد زيان المحامي راه عنده 80 ولا أكثر، ودار علاش؟ ربما الدولة كتشوفك، ما ندري، ربما كتشوف أن أفضل مكان هو المستشفى ديال المجانين أو الأمراض النفسية، ولا اش غدير بك في الحبس؟ والآن العالم كامل عارفك باللي كتهرف الناس مونسين بك، قصارين. مرة يقولوا نشوفوا هذا العشاب اش غيقول، وبدو كيشوفوا كيتعجبوا. والله الا انا رايت الكثير من الناس كيتفرجوا في الفايد كيتعجبوا وكيشوفوا يعني العمق والحجم ديال الضلال وديال التيه.
الرجل يتيه تيهانا، عايش في التيه. أنا عندي 72 سنة، ما غتعاقبنيش الدولة. أنا قريت في الجامعة 36 عام، ما غتقرينيش، الدولة ما غتعاقبنيش. أنا ما نعرفش الدولة ما تعاقبنيش. هذا كلام ماشي كلام العقلاء. مهم لمت افكاري وصلت للناس. انا حتى لو وقفت الان كاع ولمت افكاري وصلت للناس ايها الجبناء. هو إذا مات أدى الرسالة ديالو. شنو هي الرسالة؟ أفكاره وصلت للناس أيها الجبناء. كيفاش الجبناء؟ زعما خايفين منك ولا شنو جبناء؟ كتعض، أنت كتعض. كلب عقار يعني، أو عقور، كلب عقور، كتعض، كتخمش. جبناء. ودابا انت هو السي الدكتور راشد نافع يطالبك المناظرة، فمن الجبان الآن؟ من الجبان؟ الجبان من هو؟ انت هو الجبان دابا. انت هو الجبان. جبان. هادي جبان الفايد. ايها الجبناء. قال لك هو واخا يموت الافكار ديالو صلات مشات سرحات، يمشي يموت مرتاح. فكرني في واحد الشيطان من شياطين الانس قديم الزمان، كان يضع الاحاديث، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع العشرات المئات ربما الالاف من الاحاديث، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا، عن فلان عن فلان، روى فلان كذا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، او النبي صلى الله عليه وسلم كان في كذا، يكذب. فعندما سئل في ذلك وكذا الى اخره واوقف، قال لهم انا وضعت المئات او شحال هذيك ديال من الاحاديث الضعيفه، من الموضوعه، مش الضعيفه، الموضوعه وضعتها. فقال له عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة. ولكن هذا كان كيضع الحديث بالعلم وكذا، وكيعرف كيفاش يكذب. هذا بوهالي، هذا كلامه لا يعيش له الجهابذة. وهذاك الدراري الصغار يبزقوا عليه، الدراري الصغار يبزقوا له على الكلام ديالو. من نقول يعيش له الجهابذة؟ لأن ما يقوله خارج السياق وخارج العقل وخارج الفقه وخارج العلم وخارج قواعد، خارج كل شيء. إذا كان العلم لا تجي ورا لا تجي. رجل يهدي، رجل يهدي، هذيان، رجل فيه هوس. أفكاري وصلت للناس ولن تقدروا على حبسها. نفس الشيء ديال هذاك الذي الوضع ديال الاحاديث، احاديثي وضعت مشاد دلعات، يعيش لها الجهابذه. وهذا كنقولوا هذه الافكار ديالك اللي وصلت للناس يبصق عليها الصبيان، يبصق عليها الصبيان. اما العقلاء فضلا عن الجهابذه، اما الناس العاديين، راه اي واحد راجل او امراه سمعك يقول لك تو عليك. هكذا هي. لن تقدروا أن تردوها. وبالمناسبة انت عندك 72 سنة، انا عندي 76 سنة، انا وانت قريب نزيدو، قريب نمشيو لعند الله. ما بقاش، بصح انا غنمشي مسلم، وانت راك عارف كيفاش غتمشي. وإلا قدرتوا تردوا أفكار فايد حيدوها الناس من دماغاتهم. لن تقدروا، لأن قلت لكم بأن الدكتور فايد مهندس. اقسم بالله دكتور فايد مهندس. انت كتهضر في الايات وفي الاحاديث وفي الصيام وفي الصلاه وفي هذا، اش قرب هادشي الهندسه. عندي طريقه وعندي استراتيجيه، اعرف كيف اعمل واعرف كيف نخلي ضربكم. هذا راه كيهضر مع الامه، وكان عارف كيفاش نخلع ضربكم، وكيهضر مع الامه، مع جميع علماء الامه.
كيفاش نخلي ضربكم، لانني قلت لكم بانني ضربات، وكنعرف نفاقكم وكنعرف اللي نقطه الضعف ديالكم. انتم عندكم اللسان فقط، عندكم التنظير والتأطير فقط، ولكن ما عندكمش براتيك، ما كتنفعوش البلاد باي حاجه، ما كتنفعوش البلاد، ما كتنفعوا البلاد حتى بشي حاجه، انتم زائدون. الله يا ودي شحال يعني جاء يعني ما خلي الفقه، شحال من فقيه وخاطب جمعة وطبيب، طبيب أسنان وجراح، طبيب القلب ومهندس معماري ومهندس ما نعرف ايش وتاجر وفي علم الاقتصاد، وهو خطيب، هو فقيه في الجامع. كاين خطباء في المساجد اللي كتسميهم كانت وهم أطباء ومهندسون وأساتذة في الكلية، في الفلسفة ولا في أي فن من الفنون. طيب وانت اللي علاش ماشي فقيه؟ علاش ما كتخطبش؟ انت خصك الخطباء يكونوا اطباء ومهندسين انت مهندس واجي تخطب. طيب هذا الخطيب، هذا العالم، هذا الدكتور، هذا المهندس اللي غيجي يخطب في الجمعة، شنو غيشرح لهم دولي برام؟ اش غيخطب؟ غادي يخطب بالكتاب والسنة. واخا يكون مهندس ومتخصص ما نعرفاش، ملي يمشي للجامع خصو الكتاب والسنة واللغة. ايوا راه ما تحرض الدوله، راه ما غاداش تعاقبني الدوله. دابا راه كيهضر مع الدولة كيقول لها راه ما الله دارت عينها فيك تصيفطك العكاشة، إلا دارت عينها فيك، لأن أنت داير بزاف، داير المصايب الكحلة، والله إلا داير المصايب زعزعت عقيدة المسلم، الكفر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الطعن في العلماء، الطعن في العبادات، الصلاة ماشي عبادة، رمضان ماشي هو هذا، المرأة الحيضة تصوم، راك مصرفق. زيد ما غاداش تعاقبني الدوله، انا راه ولد التراب وخدمت مع الدوله. والله إلا حمق هذا بالله. اني نشوف يعني كلامه غير سوي، كلامه غير سوي، كلامه ما غاديش ليس كلام عقلاء. كنقولش كلام علماء، لا، ليس كلام عقلاء. اسمع الحديث القدسي، اسمع اش كيقول الحديث القدسي: الامم انطلقت وحنا لا زلنا مع ابن تيميه، والامم انطلقت عباد الله. اشوفوا حرب الكواكب، شوفوا هذه الحرب ديال الصين مع هذه ايران مع امريكا، نشوفوا الصين كل شيء باغي يجرب السلاح. هذه القدسي لا اله الا الله يا عباد الله. الحديث القدسي، أنا الحديث القدسي. لماذا لا أضحك؟ الله نزل القرآن ونزل الحديث القدسي، نزل القرآن رسالة كاملة، قرآن رسالة كاملة وحي، ونزل الحديث القدسي. لا جابوا معك التي احنا نسيت عافاكم بالتي القرآن نزيدكم عافاك الحديث القدسي. يضحكون عليكم، يضحكون عليكم أصحاب النار، يضحكون عليكم. الحديث القدسي: كل أعمال بني آدم لا إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. اش غادي يعمل الله بالجوع؟ تعبدوا بالجوع. أنا نتمنى الناس يفهموا شوية، احنا في عصر العلوم عباد الله، والناس يستيقظوا. الأمم انطلقت عباد الله، الأمم انطلقت وحنا لا زلنا مع ابن تيمية، والأمم انطلقت عباد الله. شوفوا حرب الكواكب، شوفوا هذه الحرب ديال الصين مع هذه ديال ايران مع امريكا، نشوفوا الصين كل شيء باغي يجرب السلاح. الحديث القدسي لا اله الا الله يا عباد الله. الحديث القدسي، انا الحديث القدسي. لماذا لا اضحك؟ الله نزل القرآن ونزل الحديث القدسي، نزل القرآن رسالة كاملة، قرآن رسالة كاملة وحي، ونزل الحديث القدسي. لا جابوا معك التي احنا نسيت عافاكم. الآن يستهزئ ويسخر من الأحاديث القدسية، يستهزئ ويسخر من الأحاديث القدسية. فهل هناك مسلم واحد يشك في الأحاديث القدسية
وهي مذكورة، كثير منها مذكور في الصحيحين، وهذا يعرفه صغار طلبة، صغار ديال الطلبة، يعني الأطفال. يضحكون عليكم الحديث القدسي: كل أعمال بني آدم لا إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. أش يعمل الله بالجوع؟ تعملوا بالجوع. يعني نتمنى الناس يفهموا شوية، احنا في عصر العلوم عباد الله، والناس يستيقظوا على الأمة. دابا واش هذا بعقله؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، حديث صحيح في منتهى الصحة، في منتهى الصحة، سندا ومتنا في منتهى الصحة. ولكن خاهم هذا الجاهل، هذا العشاب، هذا اش كيدير؟ يسخر، يستهزئ بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوا راه دابا راه كيتحدى حتى الدولة، كيقول لك الدولة ما غاديش تعقلني الدولة. وأمن العقوبة فأساء الأدب مع الله، ماشي مع البشر. أساء الأدب مع الله، مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع الصحابة، مع التابعين، مع العلماء، مع الأئمة. أساء الأدب على دين الله عز وجل. طالقت عيبة الأمم طالقت وحنا لا زلنا مع ابن تيمية، والأمم طالقت. يعني السبب ديال الأمة الإسلامية اللي ما لحقتش بالصين وبكوريا الجنوبية وباليابان وبأوروبا وأمريكا، السبب هو وابن تيمية وابن كثير وابن القيم. هذا هو السبب. السبب هم الكهنوت، على أساس أن ابن تيمية هو اللي كيحكم في العالم العربي والإسلامي، على أساس أن العلماء اليوم فقهاء هم اللي شادين البرلمانات ومجالس الشعب في العالم الإسلامي، على أساس أن الطلبة والفقهاء هم قادة الجيش وقادة السياسة والوزراء. الفقيه مسكين كتحملوا المسؤولية ديال الأمة اللي ما لحقتش بالصين، كتحملوا المسؤولية وراه جالس في الجامعة ما عندوش ما ياكل، عنده 1000 درهم في الشهر، كتحملوا المسؤولية. الصين اش قرب الصين؟ لا كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي. اش قرب الصين للصوم؟ اش قرب الصين للصوم؟ يلا ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يشافيك، الله يشافيك. ما أنت اجتمع فيك كل الشرور واجتمعت فيك كل الجهالات، جمعت إلى الجهل الوقاحة وقلة الحياة وقلة الأدب وانعدام الدين وانعدام الحياء وانعدام القيم. كل الشر اجتمع في هذا الرجل، سبحان الله، كل الشر غريب. فحتى أصبح أضحوكة. الآن الناس كيتنكتوا به، اللي كيقول له العشاب، اللي كيقول له سيلمة الكذاب، اللي كيقول له هادشي اللي صبحت. الأفكار ديالك سرحات وصلات، ما يقدر حتى واحد يوقفها. الأفكار ديالك قوبلت، وصفت بأن صاحبها عشاب وبأن صاحبها كذاب، بل يصفونك بمسيلمة الكذاب. مسيلمة يعني شوف فين وصلت هذه الأفكار ديالك، فين وصلتك في هذا المجتمع. أتى عباد الله، أشوفوا حرب الكواكب، شوفوا هذه الحرب ديال الصين مع هذه بالله عليكم، اش قرب الحديث القدسي لحرب الكواكب؟ راه ما أحمق، أحمق. حرب الكواكب اش كيخربق هذا مخربق، هذا ما ليس عاقلا. إيران مع أمريكا، وشوف الصين، كل شيء باغي يجرب السلاح. الحديث القدسي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماذا نقول؟ الفايد المسكين، الله يحسن عوان الأسرة ديالو وأهلو، الله يحسن عوانهم، لأن صعيب جدا باش
إنسان في واحد الأسرة يصبح هكا ما شاء الله ما عرفتش. فأنا في تقديري قلتها وأعيدها، يعني الحق فيك والصواب فيك هو شهادة طبية تثبت أنك غير سوي عقليا، يجب على الدولة أن تعالجك. عندك مرض نفسي يجب على الدولة أن تعالجك، والأهل ديالك راه لاباس عليهم، شوفوا لك شي مصحة نفسية كفءة داخل المغرب أو خارج المغرب ويعالجوك، ما فيها بأس. راه الإنسان كيمرض، ما فيها بأس. الإنسان إذا مرض وتعالج، ومصيبة هو ما يتعالجش. إذا إما أنك مريض نفسيا وعقليا وفيك، وهذا هو الذي أميل إليه أنا، وإذا يجب أن تعالج لا أن تحاور أو أن تناظر. وإما أنك بعقلك، وهذا بعيد، ويجب أن تحاكم. يجب أن تحاكم بتهم بالقناطر، بالعرارم. يجب أن تحاكم بالتهم اللي تنوء بحملها الجمال، إلا ما نقولش الجبال. فحسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله عز وجل اللي شاف شي يقول الله يستر. وهذا الشخص هذا إذا كان باقي شي واحد كيثيق فيه، راه بعض الناس كيعلقوا كيشجعوه، كيديروا له اللايكات إلى آخره. أعلم هو الغالبية ديالهم باغيين يضحكوا عليه باش يبقى مستمر ينكتوا به. ولكن إذا كان بعضهم ما يمكنش، شوف، ما يمكنش مسلم أو مسلمة يحب الله ورسوله ويخاف الله تعالى ويطيعه ويطيع رسوله وعنده الحد الأدنى من المعرفة بالإسلام، الحد الأدنى أمي كيسني بصبعه، إذا سمع لهذا الكلام ديال هذا الخينا لا نقول لكم صدق. فماذا نقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها السادة والسيدات، حياكم الله وبياكم. جبنا شوية ديال الوقت مع الدكتور الكبير المهندس النحرير، العالم جهبيد، جبنا معاه شوية ديال الوقت. المغرب باقي لها واحد 20 دقيقة، أقل من 20 دقيقة. أنا في طنجة، وإن شاء الله نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.